بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. النهاردة هنتكلم برضو في موضوع مهم جدا، ويمكن الحالات دي بنلاقيها كل فترة، لكن لسه من أول امبارح قابلنا حالة، فعشان كده افتكرت ان انا اكلمكم عنها. هو طبعا في فرق كبير بين الالتفاف الرحمي وفي فرق بين انقلاب الرحم. في فرق بين الالتفاف الرحمي وبين انقلاب رحمي. يوتراين برولابس غير اليوتراين تورشن، ده الاسم العلمي ليها. يوتراين تورشن اللي هو التفاف رحمي، يوتراين برولابس اللي هو الانقلاب الرحمي. في فرق بين الاتنين طبعا، سواء في الاسباب او في العلاج او في التشخيص. لكن الحاجة المهمة اللي انا كنت احب اقول لكم عليها، ان الحيوان وهو عشر صغير، الحيوان لما يبقى فيه عشر 3 مثلا او شهرين و3 و4، الحيوان لما بينزل يشرب من مكان واطي او مثلا ترعة او مصرف او مكان فحل مجرى، مكان واطي كده، بيميل الحيوان او ينزل لتحت من اسباب الالتفاف الرحمي. من احد اسباب الالتفاف الرحمي ان هو الجنين ياخد الرحم، ياخد الجنين ويلف بيه لفه. وارد تكون لفه، وارد تكون 2، وارد تكون 3 لفات، ودي بتبقى حالات صعبه جدا. يعني التورشن اللي انا بقول لكم عليه ده اسمه يوتراين تورشن. يوتراين تورشن ممكن يلف 90 درجه، ممكن يلف. شفت الشراب كده، لما شفت الكرة الشراب لما نعملها كده ونلكلكها ونروح نلف كده عشان خاطر ايه يحبك عليها، نفس الحركة بالظبط. تخيل كده انت ماسك شراب في ايدك ولف لفة واحدة كده، لفة عكسي دي 90، لفتين 180، 3 لفات 270، 4 لفات 360. طبعا ال 360 وال 170 دي بيبقى صعب جدا انك انت تعدلها، صعب جدا انك انت تعدلها، فدي ممكن بتحتاج عملية قيصرية. لكن ال 90 وال 180 بتيجي معانا، مرات بتيجي معانا. طبعا بنرقد الحيوان ونحط لوح كده بحيث نثبت الجنين، يعني نعمل تثبيت للجنين ونلف الحيوان معانا على اساس ان احنا نفك اللفة دي. والله وارد تتفك بسرعة، وارد تتعب شوية، بيبقى موضوع مرهق مجهد للدكتور وللحيوان. تعرفوا ازاي؟ تعرف التورشن ده ازاي؟ التورشن او الالتفاف الرحمي، تبص تلاقي الحيوان ايه، ميعاد ولادته جه وعمال يقوم ويرقد، الحيوان مش مرتاح، مفيش راحة، تحزيق باستمرار. كل ما تتصرف بدري وكل ما تتصرف صح، كل ما تنقذ البقرة وتنقذ الجنين. كل ما يكون سرعة استجابتك ووعيك أعلى، كل ما تلحق تتصرف صح وتلحق الجنين والأم. ليه بقى؟ لما تكون البقرة بتقوم وترقد وتتحزق وبيت الولد مش مفتوح، هي عايزة تولد، عايزة تنزل الجنين، بس مش عارفة، مفيش مخرج، الفتحة مقفولة. تمد ايدك انت او الفلاح العادي، في ناس شاطرة، يعني في طبعا اهلنا الفلاحين شاطرين، ممكن يمد ايده بيقول لك لا ده كده عايزه دكتور، ده بيت الولد لافف. في ناس كده، في ناس شاطره، وفي ناس للاسف بقى ما عندهاش خبره خالص، تمد ايديها تقول لك لا دي الفجايه دي طالعه، او ايه، او يفكر اللي هو البرنوس بتاع الجنين، يروح ضارب ايده يقطع الرحم للاسف ويسحب الجنين، بيولدها بالعافيه وبدون اي حسابات. تلاقي البقرة ماتت للأسف، لأن بيحصل قطع للرحم في الحالات اللي زي كده، والحيوان للأسف بيموت، لأن طبعا بيحصل نزيف داخلي وما ينفعش معاه علاج. الحالات اللي زي دي ما ينفعش معاه علاج. فطبعا الحاجة دي لازم انك انت تتصرف بسرعة، لازم يكون عندك وعي جامد. التورشن ده زي ما قلت علاجه انك انت تجيب طبيب ماهر يكون كويس، عنده خبرة في عملية لف الحيوان. حتة ان الجنين بقى ينزل حي ينزل ميت، دي انت ونصيبك حسب سرعة استجابتك. حالات كتيرة ما شاء الله كان فيها تورشن ونزل الجنين حي،
حالات كتيرة كان فيها تورشن ونزل الجنين ميت، لكن المهم انك انت بتنقذ الام. لان انا زي ما قلت لو انت اتعاملت غلط مع الحالة هتبص تلاقي حاجة من الاتنين، يا تقطع الرحم لو حاولت تولد بالعافية هتقطع الرحم، او انك انت مش هتعرف تفك اللفة ديت والجنين يموت منك بسرعة. فعشان كده بقول لك اتصرف بسرعة لما تلاقي الحيوان مش مرتاح وانت عادد له، والحيوان راخي وباين على الضرع بتاعه والمخارج بتاعته مسقطة، يبقى ده خلاص دي حالة ولادة، دي حالة ولادة. مرات انت تبص تلاقي شوية سوائل نازلة بس ما فيش حاجة فاتحة، تعرف على طول ان دي حالة ولادة. لازم تجيب دكتور لو انت مش لاقي الفتحة بتاع الرحم في مكانها الطبيعي، هتعرف ان دي فيها التفاف رحمي، يبقى انت لازم تتصرف بسرعة. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو الانقلاب الرحمي. الانقلاب الرحمي ان هو الحيوان مع كتر التحذير بيحصل ان العضلة بتاع عضلات الرحم الخارجية بتكون فيها ضعف شوية، فتبص تلاقي الحيوان طرد الرحم لبره بعد الولادة. خلاص الجنين نزل وكل حاجة تمام، وارد تكون المشيمة لسه ما نزلتش، وارد تكون المشيمة نزلت، بيحصل انقلاب رحمي. ممكن لما المشيمة ما تكونش نازلة بيحصل الحيوان بيفضل يتحزق عشان ينزل المشيمة، فتروح طالع الرحم كله. برضه في الحالة دي لازم انك انت تخلي بالك، ولازم تستقرب بسرعة وتحط عبال ما يجي لك الدكتور تفرش تحتها شوال نظيف، مفرش نظيف، تغسله بمية متلجة، مية ساقعة، عشان خاطر حجمه يقل. لان انا بروح حالات سبحان الله بيبقى حجمها جامد جدا، حجم كبير، بيتعب الدكتور عبال ما يعرف يدخل الرحم تاني، فبتبقى حالات صعبة. لان لو حصل جرح للرحم وهو بره، سواء الحيوان بيبقى رائد وراه فراخ مثلا بتنقر فيه، وراه حفرة، الحيوان نزل على وتد في الارض، قطع الرحم بره، الحالات دي كلها للاسف بتأثر. يعني ممكن الحيوان ما ينفعش، ممكن يحصل لو حصل نزيف الحيوان ده مش هينفع تاني خلاص، يبقى تبيعه احسن، تبيعه لحمة احسن. فلازم اول ما الرحم يطلع لبره ابدأ انت اغسل بمية متلجة، مية من التلاجة، ممكن تحط حاجة اسمها حمض التنك او شوية شاي حتى من البيت من عندك، حطهم على الرحم، هيقلل الحجم بتاعه لحد ما يجي الدكتور وبيدخل الرحم ويخيط فتحة المهبل من بره او الفاجينا، بيخيطها علشان خاطر لو هي حاولت تطلع تاني ما يطلعش، وبنحطه في مكان يكون من قدام واطي من ورا عالي، بحيث ان الرحم ينزل مكانه ما يرجعش تاني. فدي حالات طبعا حالات مهمة جدا، حالات خطيرة جدا، حالات محتاجة حسن تصرف وسرعة بديهة، وانك انت ما تبخلش على الحيوان. لو عندك حد خبرة يمد ايد، ما عندكش حد خبرة يبقى الافضل تجيب الدكتور، هو هيعرف يتعامل مع التورشن ده كويس، سواء كان تورشن او برولابس، سواء كان انقلاب رحمي او التفاف رحمي. الحالتين من الحالات الصعبة اللي احنا بنقابلها، لازم نخلي بالنا منها كويس، ولازم نتعامل معاها صح على اساس خاطر ان احنا ما نفقدش الحيوان او نفقد الجنين. يا رب تكونوا استفدتوا معلومة. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.